الله. نبدأ في الكلام. صلى الله وسلم على الزين الحبيب نبينا محمد شفيع الإسلام شفيع الخلائق في يوم الزحام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة في بث جديد من برنامج راس الأبوادي. واليوم معنا الحلقة الثانية في قصة الجزية للشاعر الكبير ناجح بوشامخ المحفوظي، نوجه له كل التحية. وصبينا في الحلقة اللي عدت عند الشيخ حسن وهو قاعد في وسط الفراش في بيت الشيخ نوفل ويليه العرب كلهم، وهو يحق في الشيخ نوفل قدامه وهو يكلم في الغزاية ويقول لهم اغزوهم في الليل، واهم شيء راس الشيخ حسن ما يجونيش من غيره. ايش يدير الشيخ حسن؟ صب الشيخ حسن وحاد لسامة من على وجهه وقال له اسمع يا شيخ نوفل، قول لجماعتك ما يتعبوش ارواحهم. ان كانت تدور في الشيخ حسن لا الشيخ حسن بروحي بينكم. صارت ربكة وحوحاية والشيخ نوفل تفاجأ. معقولة اللي قلبين عليه الدنيا قاعد بيننا، والعرب الصابت كلهم وفيهم اللي سحب الدكتة، ولكن الشيخ نوفل هنا الجي وتظهر شهامة البدوي وأصالته. قال لهم بحس عالي كل واحد يقعد مطرحه، الرجل ندوره فيه صحيح لكن الرجل اليوم عندنا فوق فراشنا والله ما واحد يقرب بسوء أبدا. وقتها كان الشيخ عنده كلمة وما يكسر كلمة أحد. اهمدت الحوحاية وخزار الشيخ نوفل في الشيخ حسن وقال له اقعد عليك الأمان يا شيخ حسن. قال الشيخ حسن يا شيخ نوفل إن كان راسي هو اللي يخلص في الحر اللي بيننا ويخلص في الحصومة، هذا راسي ومريش ندير لقبيلتي موقف غير من هذا. هنا الشيخ نوفل دعا أكبر القبيلة وعقالها وقال لهم اسمعوا، هذا الشيخ حسن جانا بروحه وقاعد فوق فراشنا وش الدبارة دبروني. اسكتوا كلهم، ولكن صب واحد منهم قال عليه الأمان لن يطلع من مضارب قبيلتنا. قال لهم الشيخ حسن هذا نبش شحم ودم بينكم وفي نجعكم، يا تاخدوني في سلاكم يا يبقى بيننا صلح باللي تريدوها. قال الشيخ نوفل لا والله ما نمنوك ونغضر بك أبدا وانت بيننا. قال الشيخ حسن يبقى نديروا صلح باللي ترضيكم. وافق الشيخ نوفل بعد ما عجباته شجاعة الشيخ حسن ورجحت عقله، واتفقوا على صلح ودفع 200 ناقة ويفتحوا صفحة جديدة مع بعضهم وقرأوا الفاتحة. وبعدها طلع الشيخ حسن كمل في طريقه وكمل رحلته، وبعدها رد على نجعة ولم عربة وفيهم المتذمرين والحاقدين اللي ما يريدوش الصلح وما يريدوش الطار ينتهى، ومنهم اختير ضنا عمه اللي هو أخطر واحد على الشيخ حسن. ساقوا البل وخدوا معاه حقار القبيلة ومشوا لنجع الشيخ نوفل وتم الصلح في حضور جميع القبائل اللي في الوطن. وبعد الصلح قال الشيخ حسن للشيخ نوفل خلينا نوثقوا الصلح هذا بالمصاهرة وأنا لي الشرف إني نطلب بنتك حليلة لي. هنا الناس تخزرت في بعضها ومنهم ضنا عم الشيخ حسن اللي قالوا في عقولهم مستحيل يتجوز وياخد بنت الشيخ نوفل وبكرة يجيب عيل ويرث مطرحه. ولكن الشيخ نوفل قال ما نريد النسب خير منك لكن نرد على البنت قبل، وهي بنت الشيخ نوفل الوحيدة وكان اسمها مريم. وافقت ومن يرفض واحد كيف الشيخ حسن. قرأوا الفاتحة واندفع المهر. وقال الشيخ نوفل للشيخ حسن والله ما تمشي إلا بحوزتك. ووين ودوا الكرموت وركب العروس حصل شيء ما كان في الحسبان أبدا. إيش اللي حصل؟ إن شاء الله نتعرف عليه مع بعضنا، لكن في الحلقة القادمة. نشكركم على حسن استماعكم وتقبلوا تحياتي بهاء الفيدي من برنامج راس الأبوادي.